السؤال: هل قبل ما تبدأ تصور الفلوج بتبقى عارف ايه هي الفصلات والإفيهات، ولا بتيجي أثناء المونتاج إنك بتحط هنا إفيه من فيلم أو موسيقى معينة؟ بص، أنا عندي ميزة إن أنا بعرف أرتجل كويس وبعرف أصنع كوميديا من الموقف، يعني ممكن أعرف أقلش على أي حاجة. مش بتبقى تريقة قد ما هي بتبقى صناعة موقف مضحك داخل الموقف نفسه، بسبب الدراما وبسبب الاستخدام الأخير في موضوع الكوميديا، لأن الكوميديا بتتطور كل فترة، وخصوصا في مصر الكوميديا صعبة جدا. زمان كان في حمادة سلطان، وبعد كده جه بعديه الراجل بتاع السكتشات، وبعد كده جه عزب شو، وبعد كده الموضوع راح الكوميديا الموقف نفسها، يعني ممكن يكون ارتجالي او في حيز الموقف نفسه. فاعتقد ان الكوميديا دلوقتي بقت صناعة صعبة، خصوصا ان انت يعني بتاخد قدر كبير من الكوميديا على السوشيال ميديا، سواء كان على الفيسبوك او على تويتر او غيره. بقت في حاجات بتتحط كمواقف سريعه الشباب بتعملها، فانت بقيت خلاص، انت جرعه الضحك اللي انت بتستناها مثلا من فيلم او مسرحيه او كده، انت خلاص خدتها من السوشيال ميديا.